يا مرحب. ازيك يا حبيبي؟ وحشتوني يا ولاد، وحشتوني. اهلا يا حبيبي. اهلا اهلا. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا ام؟ ازيك يا نادر؟ وحشتيني قوي قوي. انت كمان يا حبيبي. يلا يا ولاد خشوا جوه، خشوا غيروا هدومكم. انما قولي لي يا اما، انت جيتي لوحدك؟ يوجدك ايه يا احمد؟ هاجي لوحدي برضك؟ انا جيت انا ومنصوره وابوك. امال هو فين؟ نزل يصلي في الجامع. اخصى عليك يا احمد، كل المده دي ما اشوفكش. مشغوليات والله يا اما. ازيك يا بيه؟ اهلا يا منصور، وحشتيني. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. قولي لي، خلصتي دراستك؟ يوه ما خلصت من زمان يا احمد، وانت لا جيت ولا سالت. قلنا بقى نطب عليك زي القضا المستعجل. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. بص يا منصوره، احنا ان شاء الله في الصيف هنخلص البنى. ايه رايك بقى تيجي تشتغل معايا في الحضانه؟ حضانه؟ حضانه ايه يا احمد؟ احنا عايزينها تبقى قبلي مش دادي. دادت ايه يا اما؟ ما هي هتبقى قبله، بس انا عايزه تبتدي من الاول وتطلع ان شاء الله لغايه لما تكبر. اما نشوف. ايه عهدتك، واعتبرها واحده من ولادك. واكتر كمان والله يا اما. يا اهلا وسهلا. ما عندكيش فكره قد ايه انا مبسوط النهارده. وحكايه المشروع الجديد اللي بتعمله يا حبيبي ده، ابوك هيفرح بيك قوي. يابا ده مشروع كبير قوي. هنبتدي الاول ابتدائي وحضانه، وبعدين نكمل اعدادي وثانوي. يا واد يا احمد، يا واد يا احمد، مش في الزريبه. يا لهوي، الواد مش في البيت خالص. مش في البيت خالص؟ امال يعني هيكون راح فين؟ يمكن بدر وراح المدرسه. مدرسه؟ مدرسه ايه؟ مليان مؤثرين والجزمه كمان موجود. ما شفتوش اخوكم يا ولاد؟ بتلاقي انا قاعد شوفي لي يكون نايم فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. انت هاني، قوم يا عيب عليك الدنيا يا خايب يا ابن الخايبين. مش هتروح والجزمة فوق دماغك. ليه ما فوق كان يسيبني بالسن كلهم هيضربني. ان شاء الله هجيبك موت وما تروحش المدرسة. فاكر يا احمد؟ فاكر يا ولد اما هربت من المدرسة ورحت على الغد؟ ايوه يا اما. هو انا كنت هربان ليه؟ قال ايه؟ مدرس الحساب مستقصدك انت بالعيني، ساب العيال كلهم وماسك فيك بالذات. يا ساتر، ده عجب افندي. ده كان عامل لنا عصايه مخصوص. اهو ده بقى نموذج المدرس الفاشل. لا وايه؟ رحت للناظر وبوقت فيه. ايه ايام يا احمد. الحقيقه لولاك انت يا اما، انا لا كنت كملت تعليمي ولا كنت اتعلمت من اصله. وديك الحمد لله بقيت راجل ملو هدومك وصاحب مشاريع. ربنا يرضى عن اخواتك ويرزقهم برزق عيالهم وهم كمان. قادر يا كريم يا رب. الحمد لله، ما كلهم كويسين الوقت يا عائله. مفيش ناقص غير منصورة الوقت يا احمد. ما تشيليش هم منصوره يا اما. انا مش فاهم انت شايله هم منصوره قوي كده ليه؟ مش عارفة يا احمد، حاسة اني مش عايش ليه. ما تقوليش الكلام ده يا اما ارجوكي. ربنا يطرح البركة فيك وفي ذريتك يا احمد يا ابن بطني. قادر يا كريم يا رب. الله، حلوه قوي الدعوه دي يا اما. ها، تحبي تروحي فين بقى بكره؟ هروح فين يا ابني؟ احنا خلاص سلمناك منصوري واطمنا عليك وعلى عيالك وهنروح بقى. تروحوا ده ايه؟ لا يمكن، انا لازم ازوركم الاول. تزورني؟ تزورنا ايه يا ابني؟ اهل البيت يا اما، سيدنا الحسين وستنا زينب والسيده نفيسه. شله يا اهل البيت. والدكتور يا احمد. دكتور؟ بس يا نعمان، دكتور انت راخر. عارف يا احمد، اني نفسي ازور ايه تاني؟ قولي يا اما. جنينة الحيوانات. بيقولوا فيها حيوانات ياما، ايشي اسود وايشي نمور. من عناية يا اما، هزورك الجنينه والاهرامات وكل اللي انت نفسك تشوفيه.
بس ايه حكايه الدكتور دي؟ ايه؟ ابوك هو اللي عايز يطمن على روحه. قلب امك تعبان يا احمد. ايه؟ ولا تعبان ولا حاجه يا نعمان، دول شويه دلع وراحوا لحالهم لما شفت احمد. بكره اخدك لاكبر دكتور قلب في البلد، ولا تشيلي هم، وبالمره تكشف انت كمان يابا. مالكش دعوه بيا يا اخويا، اني زي الحصان اهو، المهم امك. من عينيا. سلامتك ياما، الف سلامه. طيب اسيبكم بقى تستريحوا، تصبحوا على خير. وانت من اهله يا حبيبي. كده يا احمد، كده خديت الولا. وده يا عائلي، انت نسيتي نفسك، ده دكتور قد الدنيا. بالنسبه لي هيفضل ولا لحد ما اموت. بعد الشر عليك يا عائلي. كلنا هنموت يا ابو احمد. معلوم، بس أنا بطلب من ربنا يكون يومي قبل يومك. ايوه، عشان ما تتجوزش علي. ايوه. حكيماني ما اعرفش اعيش من غير جواز. تصبح على خير يا ابو احمد. وانت من اهله. على مين؟ بالراحه. سلامتك يا فاروق بيه. الله يسلمك. ايه اللي كسرك كده؟ الحفره. الحفرة اللي في الحارة دي بعرض الشارع يا بابا، ازاي ما شفتهاش؟ اتفتح. بيقول لي سلمي على مصطفى فتحي اللي جاب له عربيته لغايه هنا. اهلا وسهلا، تعبناك. ده واجب يا مدام. معلم عزلاني نشلني على دراعه. أحمد، مالك؟ ها؟ مالك يا أحمد؟ سرحان في إيه؟ دماغي مدوشه، خايف على امي قوي، من إيه؟ قلبها تعبان شويه. سلامتها. بكره هاخدهم ازورهم اهل البيت، وبعدين هاخدهم هما الاتنين للدكتور. معنى كده إن أنت هتقضي طول النهار معاهم؟ وبالليل كمان، وتاني يوم هاخدهم افسحهم شويه. كمان؟ مالك يا بسمه، في ايه؟ مفيش. انت متضايقه ان ابويا وامي جم يزورونا؟ وهتضايق من إيه؟ دي اول مره جولنا من ساعه ما جينا مصر، وبعدين دول جايين يتعالجوا. ومنصور؟ مالها منصور؟ هما مش جايبينها عشان تعيش معانا هنا؟ ايوه، ما انا قلت لك الكلام ده من الاول. أمك بتقويها عليا، عمالة تملي دماغها ضدي. امي؟ مش ممكن. أيوة، عمالة تقول لها اديها من المنقي خيار، ولو قالت لك كلمة اديها 10. وحتى لو كانت قالت الكلام ده، اعتبريها انها خايفه على بنتها. يا بسمه ما تعمليش من الحبه قبه، وبعدين دول جايين يقضوا معانا كام يوم. ولا انت مستكتره عليا ان انا اخدهم لدكتور؟ أنا مش مستكترة، ده واجبك، بس أنا بتكلم عن حاجة تانية خالص. ايه هي بقى؟ أسلوبك في الحياة غلط يا أحمد. دلوقتي عندك وقت تقعد مع أمك وأبوك، وقبل كده ما كانش عندك وقت تقعد مع ولادك. بلاش أنا يا أحمد، ولادك. انا معترف ان انا مقصر في حقك وفي حق الولاد، لكن كل ده علشان مين؟ ما هو علشانكم. لا، عشانك انت، عشان احمد العربي. اوعى تقول عشان حد تاني. يوه،
نبقى نتكلم في الموضوع ده مرة تانية. مرة تانية مرة تانية، كل مرة تقول لي مرة تانية. دي بقت عيشة تقرف دي. وفضلت المناوشات دي مستمرة بينا طول حياتنا بعد كده. هي مش عاجبها أسلوبي في الحياة ولا في تربية أولادي، وأنا مش قادر أغير نمط حياتي. وبعد ما خلصنا مشروع المدرسة ونجح، سبت شغل الحكومة وبقيت أشتغل لنفسي. أخرج من مشروع أدخل مشروع. اسمي كبر في السوق، بقى عندي البنوك وهيئات التمويل ماركة مسجلة. أي مشروع متعثر أستلمه خسران أوقفه على رجليه وأبيعه. من نجاح لنجاح بقيت انت في وادي وهي في وادي. مش بس كده، الفجوة اللي بيننا ابتدت توسع. بس معلش، هي ليها حق في حاجة، يعني اسمح لي. في ايه بقى؟ حضرتك كنت بتعمل كل ده علشان نفسك، عشان امبراطورية العربي. انت جبت الثقة دي كلها منين؟ انت ناسي اني واحدة من رعاياك يا مولاي؟ هنتكلم بصراحة ولا هتزعل؟ اتكلمي. حضرتك قلت لي تعبير جميل قوي لما بدأنا حكايتنا دي. قلت لي ان مجرد سردك لأحداث حياتك ده هيحطك في مواجهة مع نفسك، صح؟ وبعدين؟ وبالتالي هيخليك تناقشها وتحاول تصلح أي عيب فيها لو أمكن. أنا مسجلة كلام حضرتك لما قلت يا بخته اللي تجيله الفرصة دي ويصلح. انت عايزة تقولي ايه بالظبط يا ريم؟ عاوزة أقول إن من منطلق تجربتي في مملكتك إن حضرتك مش ديمقراطي. أنا كان لازم أعمل كده عشان أنجح. إيه هو مقياس النجاح في نظر حضرتك؟ الفلوس؟ متهيألي نجاحك الحقيقي هو نجاحنا كلنا، ماما واخواتي، مش حضرتك بس. بابا، أنا من ساعة ما وعيت على الدنيا وأنا عايشة مع حضرتك في بيت واحد، بس ما أعرفكش. اخواتي كمان ما يعرفوش حضرتك. أنا عرفتك لما اتكلمت معاك وقربت منك هنا. الو. ايوه، ادوالي. احمد، لازم تيجي بكره، لازم. خير، في حاجه؟ في مشكله كبيره قوي هتحصل لو ما جيتش. وجودك مهم جدا هنا يا احمد. طيب، مع السلامه. في حاجة يا بابا؟ بكره هنسافر مصر. حصل حاجة؟ الظاهر كده، بكره هنعرف. طب وبقية المذكرات بتاعتنا؟ ما اللي جاي كله انت عارفاه. بس أهم مشروع بعد كده هو مشروع الجامعة، لازم تحكي لي عنه. الجامعه دي ضرة مشروعاتي. حققته بسهولة؟ مفيش حاجه في الدنيا بتتحقق بسهوله. في الاول بان انه مستحيل، والناس اتهموني بالجنون زي ما اتهموني قبل كده في كل مشروعاتي. لكن انا كنت شفت الجامعه خلاص، وفكره انشائها سيطرت عليا. وبالرغم من العقبات الكبيره اللي وقفت ضدي، لكن ربنا وفقني ونفذتها زي ما حلمت بيها بالظبط. مهم قوي إني أعرف إمتى وإزاي جاتلك فكرة المشروع، وإيه هي العقبات اللي قابلتك. يوه، كانت معركه. كل مشاريعك معارك يا دوك. بعد ما شفت الجامعه في خيالي، رحت لمهندس معماري كنت اعرفه. خدته ورحنا شفنا الارض، وقعدت معاه احكي له واشرح له تصوراتي، وهو يسمع ويرسم لغايه لما عملنا رسم كروكي كده للمباني واللاندسكيب. ورهوني وقعد يرسم ويطور ويناقشني لغايه لما عملنا رسم كامل للمشروع. بقينا احنا الاتنين راضيين عنه.
قعدت كده خدت الرسم ورحت بيه للمستثمرين من أصحابي ومعارفي، لكن محدش اتحمس له غير عدد محدود من المستثمرين، عدد ما يكفيش تمويل المشروع، وكان لازم أكمل رأس المال. أخدت الرسومات ودراسة الجدوى وتقدمت بيهم لأهم بنك في البلد. درس المشروع واطلع على دراسة الجدوى، ووافق إنه يديني قرض شخصي بضمان كل ممتلكاتي وأنصبتي في معهد العلوم المصرفية ومجموعة مدارس العرب. كانت مغامرة كبيرة بس محسوبة، ونزلت من البنك اشتريت الأرض ومواد البناء وابتديت الشغل. ومستعجل ليه يا احمد؟ ما تستنى موافقه الوزاره وبعدين تبني براحتك. لو استنيت هتروح عليا سنه دراسيه بحالها. طب وافرض الوزارة ما وافقتش يا أحمد؟ ما هو البركه فيك يابا، تدعي لي دعوه من دعواتك تفتح لي كل الابواب. اعقلها وتوكل، وانت كل حاجه بتعملها من دماغك. سبت شغل الحكومه والمرتب الثابت، وبعدين دلوقتي عايز تبني جامعه. انت ايه؟ مش تشاور الناس اللي معاك؟ انا عارف انا بعمل ايه كويس يا بسمه. خلاص، ما دام انت متاكد كده مش شايلنا همك ليه؟ عن اذنك يا نينا هجيب لك الدواء واجي. طب يا حبيبتي، كان لازم تشور يا أحمد، أنت على طول مستعجل كده أهو. ما انا استشرت ياما وعملت دراسه جدوى مهمه جدا، وان شاء الله الجامعه هتطلع زي ما انا متخيلها بالظبط. اصل وزاره التعليم العالي بتدرس دلوقتي مشروع القانون، وان شاء الله هيوافقوا على الجامعات الخاصه بدل ما اولادنا تسافر بره ويحملوا الدوله عمله صعبه. برضك ما كانش لازم تبدأ في المباني إلا ما تاخد الموافقة. افرض لا قدر الله يعني ما وافقوش. هو كده يا نينا، طول عمره بيتصرف من دماغه. انا عامل حسابي برضه ومش هغلب. ان شاء الله احول المشروع المدارس من المدارس اللي عندنا، او يمكن اعمله مساكن وابيعها شقق. انا حاسس ان ربنا مش هيتخلى عني. ربنا ينصرك يا ابني ويوفق خطويك، قادر يا كريم يا رب. اتفضلي الدواء يا نينا. دواء إيه يا بسمة؟ كل يوم دواء مفيش فايدة. ياما لازم نسمع كلام الدكاتره وننفذه بالحرف. مش هاتي عايز- الدواء، مش هاتي الدواء يا عايزة بسمه، انا أحمد، هديهولك. مش بس يا عايزة. ياما بقى، بس ياما بلاش دلع ياما. خدي يا نينا، خدي بقى امال. هاتي هاتي يا بسمه. مش عايزة دواء. كانت أمي جات وقعدت عندي عشان تبقى قريبة من الدكاترة اللي بيراعوها. وجده نعمان جده نعمان ما قدرش يبعد عن الأرض، بقى يجي يزورنا كل مدة. الحمد لله، بالشفا ان شاء الله يا نينا. ربنا يخليكوا ليكي. بقول ايه يا دكتور؟ بيقولوا لا خاب من استشار. مراتك بينها زهقت مننا يا أحمد. ما تقوليش الكلام ده ياما، دي بسمه بتحبك قوي. يا ابني البني آدم مننا مهما كان تقيل. وأنا عايزة أرجع البلد بقى، أبوك وحشني. بس قبل ما أرجع عايزة أطمن على أختك منصوري. لا اطمني قوي، منصوره بقت كويسه جدا في الشغل وبمجهودها هي والله. شغل إيه يا ابني؟ أني فرحتي بيه لما تتجوز وأشوف خلفتي قبل ما أموت. بكره ان شاء الله يجي لها عدلها. ما هو جالي وأنت اللي رفضت ونشفت دماغك. ده واد نصاب، ما ينفعش منصوره. بس هي ميالاله. منصوره؟ لا هي ما قالتش كده، أنا يعني اللي فهمت من نفسي. أنت عارف أني أفهمها وهي طايرة. الواد ده ضحك عليها، نعم لها في الكلام، ومنصوره ما عندهاش خبره. يا ابني حطها حلقة في ودنك. مفيش حاجة في الدنيا بالنسبة للست زي إنها تتجوز ويبقى لها دار
تربيهم. من غير كده تبقى أرض بور ملهاش لازمة. ده مدرس ابتدائي ياما. يعني هي لو كانت وزارة يا خي ما هي زي رخري. يا ابني دي لو كانت قعدت في البلد من غير جواز لحد السن دي كان زمانها بقت مقلتة للي رايح واللي جاي. لا بس انا مركزي دلوقتي ما يسمحليش. يا اخويا بلا مركزك بلا غيره. البنت هيفوتها قطر الجواز، هتعنس وهتقعد في قرابيزك. خلاص اللي تقولي عليه ياما. يعني موافق يا حبيبي؟ هو انا اقدر ارفض لك طلب؟ انت حبيبي يا احمد حبيبي. اندهلي عشان نفرحي انت. حاضر. منصورة يا منصورة. بتزعق ليه؟ منصورة قافلة على نفسها الباب ومش عايزة تكلم حد بسبب العريس اللي انت رفضته. ما خلاص يا بسمة، احمد وافق. بعد ايه يا نينا؟ دي مموتة نفسها من العياط. يا اختي بقولك خلاص اخوها وافق، خلي العريس يتقدم ليها تاني. ما خلاص يا نينا ما عادش ينفع. ياما انا كان نفسي انها تتجوز واحد يليق بمقامها ومركزها، بس ما دام انت عايزه كده خلاص انا تحت امرك. خلاص منصورة مش عايزة تتجوز. هي قالت لك كده؟ ايوه يا نينا، بتقول اسمتي ونصيبي كده. اسمته ونصيب ايه؟ ما توجعوش قلبك اكتر ما هو موجوع. ياني الهي لا يسقيك يا بسمة. عقليها يا اختي عقليه. قولي لها خلي العريس يتقدم تاني واخوها هيوافق على طول. مين اللي يتقدم يا نينا؟ العريس ده المدرس اللي عاجبها. العريس خلاص اتجوز ومراته حامل. يا مصيبتي اتجوز يا خبتي ياني. ياني يا وكستي فيكي يا بنتي يا خبتي ياني. عاجبك كده يا احمد؟ ياما ما تعملش في نفسك كده، الدنيا اسمها ونصيب وبكره جالها نصيبها. يا ميلة بختك يا بنتي، يا ميلة بختك يا منصوري، يا ميلة بختك. ياني حاولت اهون عليها لكنها فعلا كانت حزينه. كان نفسها تفرح بجواز منصوره. والجامعة؟ الجامعه اتبنت، واثناء البناء جبنا تصريح الوزاره وصدرت القوانين اللي بتنظم عمل الجامعات الخاصه، والحمد لله بقت الجامعه بتاعتنا من اهم الجامعات الخاصه في المنطقه العربيه. مش كفايه كده بقى وتروحي تلمي هدومك عشان نسافر الصبح؟ طب وباقي المشاريع؟ اسم العربي اصبح اسم جذاب. المشروعات هي اللي بقت تدور عليا، مش انا اللي بدور عليها، خصوصا المشروعات المتعثره. مش يلا بقى عشان تلحقي تنامي شويه؟ طيب انا عاوزة اخد منك وعد، لما ننزل مصر اوعى تبخل عليا بحاجة ابدا. انا عمري بخلت عليكي بحاجه يا بنتي. لا قصدي في المعلومات والبيانات اللي ممكن احتاجها للكتاب. حاضر ما تشيليش هم. وعايزة اقول لك حاجة كمان. قولي يا ريم، ما انت طلباتك كترت. عاوزة اشكرك على الايام اللي قضيتها معايا. وبعدين بقى ما بلاش الميلودراما دي. لا بجد يا بابا، انا مش قادرة اقول لحضرتك انا استفدت قد ايه واتعلمت قد ايه من الفترة اللي قعدتها معاك. حضرتك عيشتني اجمل تجربة ممكن اعيشها في حياتي. كفاية انك قربتني من ناس عمري ما كنت احلم اني اقرب منهم. كفاية قوي نينا عقيلة اللي قدرت بفطرتها ورؤيتها السليمة وإرادتها الحديدية إنها تصنع الإمبراطور. ده يعني إذا سمحتلي أسمي الكتاب بتاعي كده. تصبح على خير. وانت من اهل. تلغراف الاستاذ احمد نعمان العربي. احذر حالا، والدتك في خطر. أبوك نعمان العربي.
سلامتك يما. كنت عارفة إني هشوفك قبل ما أمشي. بعد الشر عنك يما. سلامتك. تسلم لي يا ضناي. انا هجيب لك عربيه اسعاف مخصوص وانقلك معايا مصر. خلاص خلاص يا أحمد، ما عادش ينفع يا حبيبي. مش كنت سمعتي كلامي وقعدتي معايا هناك؟ أني مكاني هنا يا أحمد، ليش مكان غير يا ضناي؟ ما تتعبيش نفسك ياما، استريحي استريحي ياما. جدي طلبي كان يقول الموت هو الوش التاني للحياة، وهما الاتنين بإيد ربنا سبحانه وتعالى. ما تزعلش يا أحمد، ما تزعلش يا حبيبي. الحمد لله الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا. الدنيا طول عمرها على كده يا حبيبي. هتوحشيني يابا، هتوحشيني. ما تسيبينيش يابا. شكرا يا شيخ، شكرا جزيلا. شكرا يا باشا. انا هبقى ادرس الدراسه اللي انت اديتها لي ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. مع السلامه. شكرا معاك ان شاء الله. مع السلامه.
مع ان ريحتك بصل بس برضه هتوحشني. انت هتوحشني يا عم صابر. ربنا يخليك. دي بس السندوتشات لك عشان الطريق. مفتقه وكل حاجه، كل ملوخيه كله. يلا يا صابر. حاضر. يلا يا صابر. حاضر. ما تنساش فرشه السنان على الكومودين. سلام عليكم. التلفزيون هيوحشني، خلي بالك. يلا. حاضر. يلا. السلام عليكم يا جماعه. الو، ازيك يا خالد؟ انا كويسه الحمد لله، انت ازيك؟ مسافر بكره؟ طب والخطوبه؟ ازاي يا خالد؟ ما انت عارف الظروف اللي احنا فيها. ايوه طبعا. لا بابا لازم يكون موجود طبعا. طب انا هشوف هقدر اعمل ايه. هكلم ماهر يمكن يكون عنده حل للموضوع ده ونعمل كده النهارده. استنى مني تليفون انت بس. سلام. الو. ايوه يا ماهر، انا ايناس، ازيك؟ الحمد لله انا كويسه. لا مفيش حاجه. لا كل الشغل كويس الحمد لله، وفي حجوزات لاخر الموسم كمان. اسمعني بس يا ماهر. يا ماهر اسمع بس. لا مفيش حاجة، أصل كل الموضوع إن خالد مسافر بكرة وعايز يقرا الفاتحة النهاردة. لا مش هيرجع لآخر الصيف. إزاي وبابا مش موجود؟ لا طبعا أنا لوحدي مش كفاية. طب بس ما تضايقيش نفسك. خلاص خليه يجي النهاردة أهو نقابله وتتعرفوا عليه. ونقرا الفاتحة يا ماهر. نقراها يا ستي. طيب لا مش هتأخر. مع السلامة. كنا بنقول ايه يا غريب؟ كنت بتطلع على الشكل الاخير للعدد الاول من همسات الجديده. توكل على الله واطبع يلا. ماشي. اتحرك بقى وقع لي هنا. أيوة يا ماما. ازيك يا حبيبتي؟ أنا الحمد لله كويسة. كويسة يا ماما، ما أنا بكلمك اهو مفيش حاجة. لا الحمد لله. لا مفيش أخبار عن بابا. اسمعيني بس يا ماما. في ايه يا ماما مالك قلقانة ليه؟ بص يا ماما، النهارده خالد هيجي بالليل عشان نقرا فاتحة. دي قراية فاتحة بس يا ماما مش جواز. أنا كلمت ماهر واتفقت معاه على كل حاجة. حاضر يا ماما، لما ارجع هبقى احكي لك على كل حاجة بالتفصيل يا بسبوسة يا حبيبتي. حاضر يا ماما. الله يسلمك. باي باي يا ماما. عمر. الو عمر، ازيك يا عمر؟ انا ايناس. اخبارك ايه؟ الحمد لله. في ايه يا جماعه؟ وانا كل ما اكلم حد النهارده يسالني عن اخبار بابا. ما فيش اخبار عن بابا. الحمد لله. اسمع بس يا عمر، اسمعني للاخر. النهارده تجيب ضحى وتيجي بالليل علشان قرايه فتحتي انا وخالد. ماهر عارف كل حاجه وعنده علم، كلمه واساله. يا عمر تعالى بس وبعدين ربنا يبقى يسهل. يلا مع السلامه.
لينا رد على تليفون حضرتك. الو. ايوه ماهر. لا انا في البريك بصحح الكراريس. خير؟ عمته منصوره؟ طبعا في المكتب. في ايه؟ انا اتفقت مع ايناس ان خالد هيزورنا الليله. الليله؟ وهيتعرف على العيله وهنقرا الفاتحه. طب ومن غير عمي ما يحضر؟ اجيبه منين بابا وخالد مسافر بكره؟ وانا كمان لينا في موقف زي الزفت اعمل ايه؟ اهو وجود عمتي هيدي طابع عائلي كده للحكايه. هي عمته منصوره هتوافق وعمه مش موجود؟ ده بقى متوقف على الطريقه اللي انت هتكلميها بيها وانت وشطارتك. بس حاولي تاثري عليها. ها؟ اوكي يا ماهر، اوكي. هحاول اسايسها عشان خاطرك. ما انت عارف عمته منصوره صعبه ازاي. بقول لك ايه، يلا بقى دلوقتي عشان الحقها في البريك. يلا باي. مس لينا، ايوه يا استاذ فاضل. كنت عايز حضرتك في موضوع مهم. معلش اصل انا مش فاضيه خالص. هو حضرتك رايحه للانسه منصوره؟ بصراحه انا اصلي سمعتك وانت بتجيبي سيرتها، والله ما اقصد ان انا اتصنت عليكم. انت عايز ايه يا استاذ فاضل؟ انا مالك في ايه؟ مش عارف. محرج من ايه؟ مع ان اللي انا طالبه ده شيء طبيعي بتعمله كل الناس. استاذ فاضل، انا لازم الحق مس منصوره قبل ما البريك يخلص. ممكن نتكلم بعدين؟ ها؟ ممكن قوي. ايه ده؟ ايناس، الف مبروك. يعني حضرتك هتيجي؟ طبعا هاجي، وما اجيش ليه؟ ده انا هاجي واجيب لها تورته معايا كمان، وانا اجيب لها هديه. ايه رايك انتي؟ يا عمته، الراجل جاي يتعرف على العيله بس، واحتمال نقرا الفاتحه. جميل جدا. طب ايه رايك ما يلبسوا دبل كمان؟ انا هكلمها بقى واخليها تقول له يجيب دبل معاه. عمته ايه؟ الفاتحه ارتباط كامل صحيح، لكن الدبل اعلان لكل الناس انها اتخطبت، وكمان يبعد عنها عيون الشبان اللي ما بيسيبوش البنات اللي زينا في حالهم. عمته منصوره، عمي الدكتور احمد مش موجود. صحيح. لا يبقى بلاش دبل بقى، خليها فاتحه بس، ولما يرجع ان شاء الله تبقى فاتحه ودبل وكاتب كتاب وكله مع بعض. ها، ايه رايك بقى في طريقه لبسي الجديده؟ لا يعني بصراحه اليومين دول حضرتك نمسك الخشب رجعتي 20 سنه ورا. 20 سنه ايه بس يا ليا؟ استني عليا بس لما احقق اللي في بالي. ايه اللي في بالك يا عمته؟ فيكي من يكتم السر؟ كبير.